حضراتكم كتير. انا اسمي احمد مختار، انا بزنس كونسلتنت. يمكن الموضوع شويه خارج عن البروتوكول او البورتفوليو بتاع المؤتمر، بس قلنا يمكن فكرنا مع دكتور محمد على فكره يعني اوت اوف ذا بوكس، فكره الموتيفيشنز. وفكرت بس مش فكره الموتيفيشنز لما بشتغل مع البيشنز بتاع حضرتك او في العياده معاك او في المؤسسه بتاعت حضرتك، هل ممكن الموتيفيشن ده يكون بوزيتيف اور نيجاتيف؟ بسأل حضراتكم، هل ممكن الموتيفيشن يكون نيجاتيف؟ اكيد ممكن في بعض الحالات. يس. في بعض الحالات اكشولي لو احنا بنقول ان احنا هندو موتيفيت للناس اللي معانا ونقول له يلا بنزق معاه، يلا هنبتدي نعمل دايت او هنشتغل في الشغل بتاعنا، هنبدا ستارت من داي 1 اخر السنه هنخس وقت معين، لو بنتكلم على التوبكس بتاع حضراتكم، او احنا بنتكلم على جولز في شركتنا او في العاده بتاعتنا احنا عايزين نوصل لحاجه معينه، اكشولي في بعض الاحيان بيكون الموتيفيشنز نقطه سلبيه بتؤثر سلبا على الهدف بتاعنا. فلما اخترنا النهارده عشان نتكلم على التوبكس بتاعتنا، قلنا هل فكره الموتيفيشنز كموتيفيشنز في حد ذاته حاجه سلبيه او ما نستخدمهاش؟ لا خالص. هنتكلم على جزء مهم جدا، موتيفيشن فيرسس الريزيستنس. فكره المثابره او فكره ان انت تشتغل على اللونج تيرم وعلى ستيب باي ستيب مع الناس، هتبقى حاجه بتغير المسار اللي انت ماشي فيه. انا بسال نفسي قبل حضراتكم، كام واحد بدا معاكم وقال يلا هنبتدي دايت وبعد 10 ايام شهر وقف وما عادش بيجي تاني؟ كتير ولا قليل؟ طب من الناس الشباب اللي في سننا وحضراتكم لما بنبدا نروح الجيم بقى، هنبدا عندنا نيدز ان احنا نشتغل نروح الجيم، كم واحد دفع الاشتراك وما راحش؟ طيب كم واحد دفع الاشتراك وراح شهر وما كملش؟ طب حد كمل؟ طيب بحث واقول له حضرتك الريفرنس بتاعه اتكلم على رقم خطير جدا، ان التوب اوبستكلز تو لوزنج ويت 51% من الحاجات اللي بتساعد على عدم انقاص الوزن هو ستينج موتيفيتد. يعني حضرتك بتعتمد بس معاه على الموتيفيشنز، يعني انت هتوصلي في نهايه المطاف للحاجه دي، هنشتغل على ستيب باي ستيب في حاجات معينه. قال لحضرتك ان 51% من الحاجات المعوقه لان الناس تلوزنج ويت هي الستينج موتيفيتد. طيب هنتكلم على كيس ستادي. واحد اسمه احمد كان عنده رؤيه ان هو عايز في خلال وقت معين ينزل 20 سنه 20 كيلو، وكلنا نتمنى. فاكشولي لما فكر على، ركزوا معايا في الكيس دي لان في كيس ثانيه، احمد قال انا عاوز اعمل ايه؟ انزل 20 كيلو. بدا يفكر ايه التشالنجز اللي قدامه، هيبدا يعمل ايه؟ هيبدا النهارده هنروح لدكتور تغذيه، هنروح الجيم، هنبدا نحط ايدينا على المشكله، ايه المشاكل اللي عنده في شغله اللي هي بتؤثر سلبا عليه، ظهره زي ما انتم اكتر علما مني، احنا صيادله بس عارفين جزء معين مش اكتر من حضراتكم، بس اكشولي كنا بنتكلم على ان هو عنده اند بوينت ان هو عايز ينزل في خلال 3 شهور 20 كيلو. هل ده متاح بالنسبه لحضرتك فيسيولوجيكالي او ميديكالي اصلا؟